وانت اصلا ما كنتش ناوي تدخلها. الحياة ساعات بتاخدك للحارة دي، بس احنا بنبقى مركزين قوي في طريقنا لدرجة ما نشوفهاش. التسليم بيعلمك انك تبقى مرن، مش تنكسر لو الظروف اتغيرت، مش تزعل قوي لو حاجة ما حصلتش. بدل ما تقول ليه ده حصل لي، تقول اكيد ده لصالح حاجة اكبر انا مش شايفها دلوقتي. وساعتها حتى لو وقعت هتعرف تقوم، لانك مش شايل الدنيا على كتفك لوحدك، لانك عارف ان في قوة اكبر منك ماسكة كل الخيوط وبتكتب القصة بحكمة. أكتر تحدي في التسليم هو إنه مش قرار بيتاخد مرة وخلاص، هو عادة، تدريب يومي. أول خطوة الملاحظة. راقب نفسك، إمتى بتحس إنك متوتر أو متعصب أو قلق؟ غالبا ده بيكون لإنك متمسك جدا بنتيجة معينة. بمجرد ما تلاحظ ده خد نفس عميق واسأل نفسك، هو أنا أقدر أتحكم في ده 100%؟ لو الإجابة لأ، يبقى محتاج أسيبه. تاني خطوة